كلنا طبعا شفنا الفيديو بتاع النمر الابيض اللي كل دراع الراجل. يعني زي ما احنا شايفين اهو في القفص، لقى دراع الراجل داخل، فطبعا ايه، قفش دراعه وما سابهوش. عضة النمر دي تسببت في إصابة في الشرايين في دراعه، يعني عملت إصابة في الشرايين. ونوع الإصابة دي بتسمى إصابة من الإصابات الهرسية. يعني جزء كبير من الشريان اللي في الدراع وجزء كبير من العصب اتهرس بأسنان النمر، فأصبح غير قابل للإصلاح. يعني لما يجي دكتور الأوعية الدموية يصلحه، هو غير قابل للإصلاح. عشان كده اتعمل للأسف، اتعمل بتر للذراع، بتر للدراع، لأن الإصابة كانت عنيفة غير قابلة للإصلاح، بالإضافة إلى الإصابة في الأعصاب. ده المنظر الراجل طبعا ربنا معاه بعد ما اتعمل موضوع البتر. بيقول إن السبب إن النمر ده كان في حالة جوع، هو ده السبب اللي خلى النمر يهجم عليه. ربنا يكون في عونه طبعا.